نجحت قوات جيش التحرير الصحراوي في الأيام الأخيرة خلال عمليات عسكرية داخل الأراضي المحتلة في القضاء على 70 عسكريا من قوات جيش الاحتلال المغربي وضابطين 2 من جيش الاحتلال الصهيوني، كانا يشرفان على عمليات الجيش الملكي المغربي في الصحراء الغربية المحتلة. ويحاول المخزن تحت الصدمة من التعتيم عن خسائره الضخمة الناجمة عن ضربات قوية لجيش التحرير الصحراوي، وخاصة بعد أن تمكن الأخير من القضاء على جنود صهاينة في جبهات القتال في الأراضي المحتلة. ويلتزم إعلام نظام المخزن العام للصهاينة تجاهل هذه المعطيات الخطيرة جدا بمحاولة للرفع من معنويات الشعب المغربي الذي خرج في عدة مقاطعات مغربية ضد العرض العلوي الخائن الذي باعهم للصهاينة مقابل حمايته وحماية مصالح الشركات الفرنسية والغربية في المغرب.